الحب المشروط. أنا بحبك عشان أنتي عملتي كده صح، أنا زعلانة منك ومامي مش هتحبك عشان أنت عملت التصرف الغلط ده. بلاش نربط الحب بالتصرفات، ولادنا هيفتكروا إن إحنا هنبطل نحبهم لو عملوا حاجة غلط. انتي كده كده القصة إن الموضوع ده أصلا مش صح، يعني انتي عمر ما حبك ليهم هيزيد لو هم عملوا حاجة صح، ولا عمر حبك ليهم هيقل لو هم تصرفوا غلط. فليه بتقولي كده؟ ما تقولي لهمش كده، قولي على الصح صح وقولي برافو وقولي على الغلط غلط، ووجهي الايه هو الصح من غير ما تربطي ده بالمشاعر وتربطي ده بالحب. ودايما دايما فكري ولادك في كل وقت انك بتحبيهم مهما حصل. مرة كان في فيديو كان أب بيقول لولاده ان هو بيحبهم تحت اي بند، انا بحبك وانت مبسوط، وبحبك وانت متضايق، بحبك وانت سعيد، بحبك وانت حزين، بحبك وانت شاطر وجايب درجات كويسة في المدرسة، وبحبك وانت مش جايب درجات كويسة او ان انت مش شاطر. ففي كلتا الحالات احنا بنحب ولادنا. انا سمعت ولادي الفيديو ده مرة، ومهما اقول لكم قد ايه اتبسطوا بيه، قد ايه حسوا ان حبي ليهم ملوش علاقة بتصرفاتهم. ولينك الفيديو ده هسيبه لكم في التعليقات. جربوا سمعوه لولادكم وشوفوا قد ايه هيتبسطوا بالكلام ده، وقولي لهم انا الكلام ده ليكم. وافتكري دايما it's never too late.